ازيكم عاملين ايه؟ انا مهند. انتوا اكيد عارفين لو انتوا قاعدين على الشانل دي لسه يعني. قلت ارجع المره دي لاصولنا شويه. انا فلوجر، بدات فلوجر، هفضل فلوجر، جربت حاجات كتير في النص لو حد فيكم شاف الشانل بتاعتي يعني، بس في الاساس فلوجر. وبقالي فتره كبيره جدا جدا يعني نفسي اعمل فيديوهات، عايز اعمل فيديوهات، مش ده مش اعتذار، انا ده اصبروا يعني، بس مش عارف. وده اللي وصلني ان انا قلت انت فلوجر. الفلوجرز مش نص الفلوجرز اللي بتفرج عليهم حتى واللي بحبهم جدا يعني مش بيسيب بس الحته الحلوه. يعني لو حد فيكم عارفني ان بيرسون هيبقى عارف، هو عارف ان انا كئيب كده مش فارقه، بس لو حد فيكم بيعرفني بس من الفيديوهات دي هيلاقي ان معظم معانا ده فيديو واحد لسه حاطه من فتره اسمه كريب، كلهم مبسوطين بقى، واحد مهيس عايش السعاده مع نفسه كده. ولو انا عايز اخلي العلاقه اللي ما بيني وما بينكم دي علاقه جينيوين يعني، انا الفلوج ده بيتكلم عن ايوه الفلوج ده بيتكلم عن الاكتئاب. الحوار في حوار الفلوجينج ده ان الواحد بينقل لكم بيتكلم عن توبيك. انا معظم الوقت كنت يا اما بتكلم عن توبيكس يا اما بوريكم حياتي يعني. وبطلت اعمل كل حاجه من الحاجات دي، بقى يجي لي افكار كتير جدا تانية حلوه بطلت برضه اعملها لان ما بقتش حاسس ان انا عايز اعمل حاجه، قادر اعمل حاجه. ولما سبت نفسي، هو انا ما اعرفش اسمها سبت نفسي ولا الحياه هي اللي يعني ضغطت عليا يعني شويه بشويه بدات افقد الحاجات التانية الصغيره اللي انا كنت بحبها يعني، بحب اعملها يعني. نزول مع اصحابي بقى بس عشان اشغل نفسي في الوقت اللي انا مش عارف اعمل فيه حاجه. الجيم كتير جدا جدا كنت بروح، ببطل خالص، مش قادر اروح، مش قادر يعني. واتس ذا بوينت؟ ده ما اتلمسش بقاله شهور. الفيديو ده هيتكلم عن الاكتئاب. انا بعمل الفيديو ده عشان خاطر كتير جدا من الناس بتعدي عليه فترات في حياته بيحس انه لوحده، بيحس ان هو مكتئب، بيحس ان هو قلقان، بيحس ان هو محدش تاني عدى بالحاله دي. في ناس بتفرق معاها انهم يحسوا ان الناس كلها عدت بالحاله دي، بالحالات دي، فبتسهون عليهم، بتحس ان لا دي حاجه عاديه او دي حاجه تتعدى، حاجه هتعدي يعني، مش نهايه العالم بالنسبه للشخص ده. وانا ساعات كتير جدا ببقى محتاج حد، يعني ببقى محتاج حد يقول لي كده، مهند دي مش نهايه العالم، مهند هتعدي، مهند الفتره دي هتعدي. وفي لحظات يعني في حياتي انا فاكرها لما الكلام ده اتقال لي غير حاجات كتير، لانه خلاني بدل ما انا قاعد مستني يعني خلصان، انا بقيت قاعد مستني الموضوع يخلص. في حاجات بتبقى بتحصل مش بايد الشخص، في حاجات بتبقى بايدك، ما يمنعش. اللي هتكلم عنه في الاول هو ان اساسا يعني ايا كان اللي انت حاسس بيه، لو لقيت الفيديو ده بالكفته، لو الفيديو ده بيفكرك بفتره كنت انت فيها يعني عندك اكتئاب، انت مش لوحدك خالص. العالم مليان ناس كلها بتحارب في كل لحظاتها. يا اما ناس بتحارب فيزيكلي، ناس بتحارب الجوع، ناس بتحارب المرض، ناس بتحارب حرب حقيقيه، يا اما ناس بتحارب منتلي. مفيش حد سيف يعني. احنا في الدنيا مش معناها ان ايه ده يا لهوي لا موت نفسي الدنيا هي النهايه، لا، الدنيا برضو فيها حاجات حلوه وحاجات وحشه. دي حاجه برضو لازم نفتكرها، ان بس. ودي حاجه لازم تفتكرها وانت في تحت يعني في الارض مكتئب. حاجه تانية الناس لازم تبقى عارفاها هي ان في فترات في حياه الشخص هو غصب عنه يبقى عليه ستريس كتير جدا من تغير شكل حياته، تغير مسؤوليته، تغير الحاجات اللي بتحصل في حياته، تغير اشخاص في حياته، تغير انفايرمنت، تغير حاجات كتير قوي. البني ادم مش هيبقى قدها، هو البني ادم هيبقى قدها، بس التغير ده البني ادم لازم يتغير معاه، والتغيير في الشخص ده متعب، فبيطلع على دماغ الشخص، فالشخص بيحس انه ايه ده انا مكتئب قوي. زي مثلا واحد مخلص مدرسه وطالع جامعه، ده اكتئاب كلنا عارفينه يعني. ده عشان لو حد فيكم مستغرب ايه اللي بيحصل لي، هو انا الوحيد اللي كده والناس اللي حواليا كلها بتدور عشان تقابل على ناس جديده او بيدوروا ده هياخدوا كورسز ايه، وانا الوحيد اللي قاعد عمال بفكر فانا ايه اللي انا حاسس بيه ده، انا حاسس ان انا تايه، حاسس عادي. ولو انت تايه دلوقتي خد وقتك، لان انت حقك تتوه. انت لسه متخرج من المدرسه رايح الجامعه يعني، ده نقله كبيره جدا في حياتك، نقله كبيره في مسؤوليتك. انت دلوقتي شخصك خلاص بتدور على مستقبلك، بتفكر في كاريرك،
فعايز تعمل حاجه انت بتحبها، او عايز تعمل حاجه انت اللي في دماغك فيها، او باباك عايزك تعمل حاجه. ده عادي مثلا. دي فتره تانية هي الفتره اللي انا فيها دلوقتي. واحد مخلص جامعه يعني وقاعد بيدور على شغل، وفي حاجه جدا بيحبها جدا ومش عارف يعملها عشان خاطر الدنيا من كتر ما هي جايباه تحت. هو عارف هو عايز يعمل ايه، وينك وينك، بس مش عارف. دي برضو فتره صعبه جدا بتبقى على كل الاشخاص، ومع ناس كتير جدا اكبر مني او في سني. معظمنا بيمر بالفتره دي لانها فتره برضو انتقاليه صعبه على الشخص. مفيش حد بيخلص جامعه وبيقول اوكي الشركه دي هي دي، يعني هو مثلا هو في الجامعه يقول الشركه دي هي دي اللي هقدم فيها اول ما اخلص جامعه، واول ما يخلص جامعه يقوم رايح مقدم في الشركه يبتدي يشتغل فيها، تبقى هي دي الشغله اللي هو اساسا عايزها ويترقى فيها ويوصل. بتحصل اكيد، يعني العالم مليان حاجات طفرات كده سهله، بس ده مش معناه انها يعني 95% ولا 97% من بقيه العالم يا اما بيعمل حاجه وكارهها عشان عياله، يا اما بيعمل حاجه وكارهها عشان يبقى معاه فلوس ولحد ما يعمل حاجه اللي بيحبها، يا اما بيعمل حاجه اللي بيحبها من بدري فالحاجه اللي بيحبها جابت له فلوس مثلا، او ممكن الحاجه اللي انت بتحبها دي اصلا ما تبقاش كارير. يعني اتكلمت مع ناس كتير جدا، كنت في بعمل تريننج من فتره في نيسان. اتكلمت مع ناس كتير جدا كانوا بيعملوا نيسان دي عشان خاطر ما ديش، يعني خلاص هو مش عايز شغلانه تانية، مش عايز كارير تاني. الكارير ده هو مستريح فيه، مش هيز دريم كارير يعني، بس هو مش متضايق منه. بس في نفس الوقت بقى كل ويكند هو بيحب الفوتوغرافي مثلا، بيطلع يسافر في حتت يصور حاجات. بس ده مش موضوعنا. يعني انا كنت بس اعرفكم ان في فترات كده في حياه الشخص غصب عنه هيتحط تحت ستريس كافي ان هو يقول لنفسه هو انا مكتئب ولا لا، او يسال هو ليه زعلان او حاسس بستريس كتير جدا في حياته، وده عادي. انا برضو بعمل الفيديو ده عشان خاطر في نوع تاني من الاكتئاب. هو اكتئاب وقلق مش ضروري يكون منبعه حاجه، هو ممكن يكون بس من حياه الشخص، الضغوط العاديه اللي غصب عنه ظروفه حطته فيها. وبرضو بقول للشخص ده يعني انا برضو يعني عاصرت حاجه زي دي وعدت عليا. ما اظنش انها لسه مشيت، يعني انا لسه بتكلم معاكم وانا بعمل الفلوج ده عشان انا لسه في الفتره اللي تحت حبتين دي. بس يعني عايز اتكلم معاكم. يعني استراتيجيه بتبعها على طول، معرفش انا اخترت ان اتبعها ولا هي sort of يعني طريقتي في ان انا اتمسك باي حاجه عشان خاطر ما ابقاش سبت نفسي خالص، يعني استسلمت لكل حاجه حصلت فيا. عارفين زي الحيوانات كده لما يبقى عندها سرفايفل انستنكتس فلازم يعملوا اي حاجه عشان ينقذوا نفسهم. هي الاستراتيجيه دي هي اني اخلي نفسي على طول. انا طول عمري بشبه الاكتئاب ده بالاوضه الضلمه، تمام؟ هي اوضه انا قاعد فيها ضلمه، بس الحاجه الوحيده اللي انا شايلها لنفسي وانا متاكد ان انا لازم افضل محافظ عليها هي نور. ان شاء الله لو نور ايه، ان شاء الله لو شمعه، ان شاء الله لو كبريت مولع في الارض. ليه؟ لان النور ده هيخليك برضو لسه عمال تقول لا انا لسه الدنيا مش كحل، لسه مش كحل. وكل ما تنزل الدنيا بيك تاني، يعني ما هو عادي الدنيا ساعات هتديك وبعد كده هتقوم منزلاك تاني، وانت مش هتبقى مصدق ان ازاي الدنيا نزلت بيا تحت كمان. ان ناس كتير جدا وهم بيتكلموا معاك وهم شايفينك مكتئب، حبايبك، اهلك، صحابك، whatever، هيقولوا لك اعمل حاجه، اشغل نفسك، العب اكس بوكس، العب بلاي ستيشن، اخرج مع اصحابك، روح الجيم، انزل اشغل نفسك، انزل دور على شغل، روح الجامعه. طب ايه اللي يحصل لو انت الحاجات دي كلها خلاص مش قادر تعملها؟ فقدت همه ان انت تعمل حاجه، فقدت همه ان انت تاخد قرار ان انت تعمل حاجه. انت خلاص، انت الدنيا جابتك الارض ان انت قاعد في السرير مش عارف تعمل ايه. عشان كده بقول لكم الشمعه بقى الصغيره دي تيجي هنا، الشمعه الصغيره المنوره في اوضتك الضلمه دي. خلي اللي انت عايزه في مخك، تمام؟ عايز تبقى يوتيوبر، عايز تبقى ميوزيشن، عايز تبقى كاتب، عايز تكتب افلام، عايز تخرج افلام، عايز تبقى بادي بيلدر، عايز تشتغل شغلانه معينه، عايز تنجح في امتحاناتك وتبقى مهندس، عايز تخلص مدرسه. فكر في الحاجه دي بس، ما تشيلش عينك من على حلمك، تمام؟ بس هو ده بس اللي انا طالبه، لان انا بوعدكم انها هتفرق. لان ما تسيبش نفسك في اوضه ضلمه كحل. النور ده اللي انت ممكن ما تكونش ملاحظه اساسا في الضلمه هيفرق. الحلم ده ممكن يضايقك لان انت ممكن تحس انه بعيد عنك جدا، ان انا مش عارف، يعني انا فعلا مش عارف انا ازاي ابقى يوتيوبر ناجح، انا مش عارف انا ازاي ابقى ميوزيشن ناجح، انا مش عارف حتى ابدا منين.
يعني زياده على كده غير توهاني انا مش عارف ابدا منين حلمي ده، انا كمان مش عارف لما ابدا هعمل ايه. انا مش عارف دلوقتي هسبورت نفسي ازاي، مش عارف هنزل الجيم ازاي، انا تخين جدا مش عارف. خلي دماغك بس يعني مش بقول لك ابدا، مش بقول لك انزل، مش بقول لك اعمل، مش بقول لك اكتب، دي على الاقل طريقتي. انا مش بامرك، انا بقول لك ان دي طريقتي في التعامل مع المواقف دي. لان في ناس مكتئبه وبتتعامل، في ناس مكتئبه وبتنزل الشغل، في ناس مكتئبه وبتعمل كده وبتعمل كل حاجه عليها عادي، بس الاكتئاب ده حاجه في مخها موجوده، هو متضايق او هي متضايقه، بس ده ما بيغيرش اي حاجه في حياتها واكتف. والناس دي يعني برافو عليهم، هم عندهم الفكره دي. بس في ناس تانيه مكتئبه ما بتقدرش، يعني خلاص الحاجات الاساسيه في حياتها، الحاجات السهله في حياتها، الحاجات اللي هم بيحبوها اللي مش محتاجه اساسا تبقى سهله لانها حاجه بتتعمل معاهم اوتوماتيك لانها بيحبوها، مش قادرين يعملوها، فوقتها يعملوا ايه؟ دي طريقتي، ان انا هحط حاجه في فكرتي انا مثلا ان انا ابقى يوتيوبر، ابقى انترتينر يعني، حطيتها في دماغي وهي في دماغك وانت حاسس انك مكتئب جدا، هتتضايق، هتقول بس انا عمري ما هعرف اوصل لها. بس لا، دي مضايقه صح، دي مش مضايقه غلط، دي مش مضايقه اللي هو انا عمري ما هبقى يوتيوبر، لا، انت هتفضل في دماغك، ولحظه ما هتبقى كويس شويه هيبقى فيك حيل تعمل اي حاجه، زي بالظبط اللي انا بعمله دلوقتي حالا. هعمل فيديو عن الاكتئاب عشان ابقى واضح وصريح معاكم، وعشان لو حد فيكم مر بحاجه زي دي يحس انه مش لوحده، وعشان لو حد فيكم بيمر بحاجه زي دي ومش عارف هو يعمل ايه، اقول لكم كلنا بنحارب. المهم ان انت ما تبطلش تحارب. حط الحاجه دي في قدامك، انا عايز ابقى كذا، انا عايز اعمل كذا، انا عايز اخس، انا عايز اي حاجه. حط هدف وما تشيلش عينك من عليه، اوعى تشيل عينك من عليه. خلي دي شمعتك الصغيره في اوضتك الضلمه. ودنيا ابس وداونز، كل حاجه هتعدي، لازم، هي دي الدنيا يعني. انا مهند سالم، شكرا.